نزلت اشتري شويه حاجات مع بنتي الصغيره واجركم الله. كل حاجه لا مش حلوه، لا مش عجباني، لا مش ستايلي. كنت عايزه اعد كميه اللقه اللي اتقالت، وطبعا مع كميه اللقه دي بتيجي نبره الصوت بقى اللي مش طايقه نفسها وتحسيها كده قرفانه بالدنيا واللي فيها. طبعا جه في دماغي كلام زي انا الحق عليا اني تعبه نفسي ونازله ادور معاكي، ويلا بينا على البيت، وايه الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي. كل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. بس عارفين انا ما قلتش اي حاجه خالص من دي، وتحليت باقصى درجات ضبط النفس. ليه بقى؟ لسببين. اول سبب اني افتكرت نفسي وانا في سن بنتي لما ما كنتش بلاقي اللبس اللي انا عايزاه، كان عندي رياكشنات كده فظيعه نفس اللي بتعملها بنتي بالظبط، لوية البوز والرد بالعافيه. السبب التاني ان انا عارفه كويس جدا طبيعه مرحله المراهقه، كلنا عدينا بيها، وشفت بناتي الكبار لما عدوا بيها، وكل المراهقين بيبقى عندهم سمات معينه في السن ده، وردود فعل وطريقه كلام مش دايما بتبقى الطف حاجه، فحافظه انها تعبيرات مؤقته وغير مقصوده، وهم بجد ما بيبقوش حاسين انهم بيتكلموا بطريقه مش لطيفه. على فكره بناتنا ممكن يعدلوا طريقه كلامهم بعد تنبيه بسيط، او حتى احيانا من غير تنبيه، اول ما مودهم يتعدل شويه او بيلاقوا الحاجات اللي هم عايزينها. فما باخدش الحاجات دي على اعصابي او ما باخدهاش بيرسونالي، وعشان انا عارفه السبب وعارفه انها فعلا ما تقصدش وما اخدتهاش بطريقه شخصيه خالص، رسمت ابتسامه عريضه طول ما احنا بنلف في المحلات علشان اليوم ما يقلبش نكد. وعارفه بالظبط اللي هيجي في دماغك دلوقتي، ايه التربيه دي بقى؟ يعني احنا مش هنزعق بقى ولا ايه؟ يعني هم احنا نسيبهم كده يتكلموا بطريقه بايخه وخلاص؟ الاجابه صحيح طريقه الكلام كانت مش احسن حاجه، ولكن ما كانش فيها تجاوز، لان ده لما بيحصل، لما بيبقى فيه تجاوز لازم بوقفها عند حدها فورا. ومحتاجين نعرف ونفتكر ان هم فعليا ما بيبقوش حاسين ولا قاصدين ان هم بيتكلموا بطريقه مش حلوه، وبيكفي جدا طريقه تنبيه من فضلك خدي بالك ان طريقتك مش حلوه، وبينتبهوا فعلا من غير ما نقلب وشنا ولا ننكد على نفسنا وعليهم اليوم كله. وهو ده بقى بيبقى اختيارنا، بنختار امتى نوقفهم وامتى نعدي وامتى ننبه بعد كده، وننبه ازاي. يعني مش كل حاجه تاخديها على اعصابك.